السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الفيديوهات الجامدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا في البداية خالص النهاردة يوم المحشي العالمي يا جماعة، هو كان يوم كله محشي. انا كنت والله اللي حصل ان احنا يوم السمك وكده اما كنا هناك عند ماما، كنت قاعده فلقيت بابا بيقول والله انا نفسي اكل محشي. قلت له بس كده، ده احنا تحت امر، ده البيت كله تحت امر من عينيا الاتنين. المهم قمت والله تاني يوم. انا كنت بقى طبعا اضطريت ان انا اروح، لان طبعا كان يوم بقى السبت ولادي وراهم دروس، وكمان يوم الاحد عندهم مدرسه. فاضطريت ان انا اروح يوم السبت الظهر كده. شفت بقى شقتي وحالي وكده. وكمان تاني يوم وديت بقى ولادي المدرسه يوم الاحد. ولادي خلصوا مدارسهم وحاجتهم، فت بقى رحت جبت كوسه وجبت برنجان، وجبت بقى شويه طلبات للمحشي. كانت ماما قالت لي بقى انا طلعت البط وطلعت اللحوم وكده. قلت لها خلاص ماشي، انا هجيب انا حاجه المحشي واجي. جبت طبعا بقى الكوسه وبرنجان وكرنبايه. الكرنب اليومين دول بجد طعمه حلو قوي، احلى كرنب ممكن تاكليه في الوقت اللي احنا فيه ده. طبعا خدت بقى الحاجه كلها ورحت هناك بقى. كانوا ولادي خلاص خلصوا مدارسهم، وكنا بقى كلمنا المستر استأذنا منه ان هو يجي لنا هناك عند ماما، فهو وافق، فده كمان شجعني. انا لما باجي اعمل اي حاجه او اشتغل في اي حاجه بصراحه بحب قوي اكون منظمه الدنيا. لو نظمت دنيتك بتلاقيكي خلصت شغل كتير وفي نفس الوقت في وقت قليل جدا. طبعا اول حاجه بقى، انا طبعا اول حاجه حطيت الميه بتاعه الكرنبايه عشان انها تتسلق. اللحوم حطيتها برضو في ميه عشان تفك. مسكت بقى الكوسه بتاعتي قشرتها. طبعا انتوا عارفين ان انا بقشرها على طول بالمقوار، ما بيبقى شكلها احلى. ومسكت برضو قورتها كلها. انا بصراحه اختي بقى اللي كانت بتقور البرنجان قالت لي سيبي البرنجان انا هقور انا. قلت لها خلاص تمام ماشي. مسكت بقى الكوسه كلها قورتها. من بقى في الوقت ده جاب كتبه وقعد جنبي عشان طبعا كان عنده مذاكره وكده، حب ان هو يخلصها. ومسكت بقى كملت كل حاجه خلصتها. وجينا بقى على سليق الكرنباي. زي ما قلت لكم الكرنب يا جماعه لما تيجي تسلقيها، طبعا انا حطيت اللي هو الحله الكبيره دي فيها ميه. بتبقى بقى بتعملي ايه عشان هي ألمونيا؟ يبقى اعصري فيها ليمونه او حطي فيها شويه خل. دي بقى بتخليها ما تزرقش منك ولا يحصل لها اي حاجه. مسكت بقى الكرنبايه، شلت قورت القلب بتاعها كله شلته. وبتقومي قلبها بقى ايه في الميه. لما بتغلي غلوتين في الميه حلوين، بتقومي بقى ماسكه نقلها الناحيه التانية. انا لسه هوريكم كل ده. هنا بقى كنت بقطع الارضيه بتاعه المحشي بقى. انا بصراحه ما بحطش ورق كرنب او كلام من ده في ارضيه المحشي، لا. انا بعامله معامله بصراحه، يعني بحط فيه كل حاجه، لان الحاجات دي كلها لما بتيجي تسوي المحشي بتديله طعم حلو قوي. مسكت بقى قطعت بصل وفلفل اخضر وكمان جزر وفلفل الوان، اللي هو بقى اخضر واحمر واصفر، وكمان ليمونه، وكمان طماطمايه. هقطع بقى الحاجات دي كلها واركنها في جنب. كمان كنت قطعت الدقه بتاعه المحشي. الدقه دي طبعا برضو فلفل الوان ومعاه توم وحبه ملح وفلفل صغيرين وخلاص. هنا كان برضو البصل بيستوى. ليه بقى انا هعمل محشي بصل؟ بصراحه محشي البصل بيبقى طعمه زي الزبده، طعمه بجد حلو قوي. انت تقشري البصله عادي وتمسكيها من الجنب، تشقيها حته صغيره كده بس، وتسويه في ميه. هنا بقى الكرنبايه كنت قلبتها الناحيه التانية. هبدا بقى ان انا بس انا بقى 5 دقايق بساط، وابدا بقى اشيل. اخد بقى من راس الكرنبايه كده لتحت، وابدا بقى ان انا اشده. وما تسويش الكرنب قوي يعني عشان تعرفي تتحكمي فيه، وكمان ما يتبهدلش منك كده. خلاص بقى انا هبدا بقى ان انا اعمل الكرنبايه وبقوم مشطفاها، ويبقى كده ما عادتش باقي الا تقطيع الكرنبايه. زي ما انتم شايفين بشيلها، بس طبعا الميه بتبقى سخنه جدا والكرنبايه كمان بتبقى سخنه، فبقى خلي بالك عشان ايديكي وكده. انا كنت زمان بصراحه بفصص الورق ده كله وكنت امسكه بقى اعمله. حسيت ان الموضوع بياخد وقت اكتر من اللازم، انما بالطريقه دي اسهل لك واسرع كمان. ده كان قلبها بقى، ما عادش بقى الورق الاخضر. انا بحب احطه في الاخر خالص، لان بصراحه بيغير لون الميه. فاي ورق اخضر سيبيه في اخر خالص سليق الكرنبايه كده. خلاص الشبك كمان كان منقوع، بس بصراحه الشبك ده ماما قالت لي لا خليه، احنا عندنا في الفريزر كتير، ده هنشطفه ونعينه يبقى طازه، والباقي نطلعه من التلاجة وكده. دي بقى اللحوم كانت خلاص قربت تفك. هعصر بقى عليه ليمونتين 3 كده، وبرضه هشغل عليه ميه الفلتر بحيث ان هو يعني تظبط الدنيا، يعني ان هو يفك بسرعه، يعني عشان الحاجات نخلصها على طول. اولع عليه وكده عشان الحق اخد الشوربه بتاعته للمحشي وكده. كده خلاص
كده بقى كان البرنجان اختي بتعمله، طبعا لازم بحطه ما بيحطوش في ميه وملح، بيقولوا مش مستاهله، لا انا بحب بصراحه احطه في ميه وملح. لما بتحطيه في ميه وملح بتلاقي الميه يعني اللي طالعه مش حلوه يعني. ده حاجه كويسه جدا ان انت تعملي البرنجان بالطريقه دي. خدت بقى الكرنبايه وقعدت بقى على الترابيزه بقى اعملها براحتي، اقطعها. طبعا انا بقوم بقى ضمها على بعض، وبشيل بس العود اللي هو التخين اللي في الاول ده، وبرص في مصفى. بعمل الكميه كلها. في ناس بتقطع اللي هي يعني القطع اللي انت هتعملي بيها الصابع، لا انا بسيبه كده، وانا بقى بحشي يعني باخد بقى اللي هي الرول اللي انا عاملاه ده، واقطع على حسب الصابع، وهكذا وهكذا. بحس ان كده اسهل لي، وكمان في التقطيع ما بياخدش مني وقت طويل. هقطع بقى الكرنب كله في الوقت ده. طبعا كانت الحاجة يعني خلاص بقى بدأت اظبط دنيتي في الحشوات، اللي هو الكوسة خلصت، البرنجان بيتعمل، كمان الكرنباية خلاص هي بتتقطع. هخلص بقى واكمل. كان البصل عندي خلاص مش استوى بقى، يعني هو التكه اللي فيه دي خلاص راحت بقى. شوفوا طري ازاي. طبعا انا كنت بعمل كان البصل على قد ما انا حطيت فيه ميه سقعانه عشان اعرف افصصه كده، كان مولع نار، كان سخن جدا. فانا بقيت يعني لو انتم ملاحظين ان انا ده كمان مسرعه الفيديو، كانت البصله من جوه سخنه جدا، فانا بقيت ايه اشتغل فيها بالراحه شويه عشان طبعا افصصها وكمان ما يتبهدلش مني. بس والله بجد بيبقى طعمه حلو جدا. مسكر، هو سبحان الله بيبقى مسكر. وبعدين البصل عندي ما بيتهلكش، ده انا لغايه القلب بفضيه وكمان بحشيه. هنا خلاص البرنجان خلص، وكمان الكرنبايه خلصت، والكوسه والبصل وكل حاجه. هبدا بقى ان انا اعمل التسبيكه. انا ما عملتش التسبيكه بتاعه المحشي في الاول، لان بصراحه ماما كان عندها صلصه متخزنه، يعني ما ضربناش طماطم ولا حاجه. هو بس احنا حطينا سمنه وزيت وقطعنا البصل عليه صلصه الطماطم. بصي معجون الصلصه ده بيخلي المحشي عندك احمر جدا ولونه حلو قوي. خلطتها الاول مع البصله، وهبدا بقى ان انا احط الطماطم بقى اللي عندي اللي متسبك. ما خدتش مني التسبيكه وقت خالص، يعني انا سبتها تتسبك. واول مره احط البهارات بعد يعني وانا بضيف الرز، بجد لقيت طعمها حلو قوي. يعني انت ممكن دي برضو جربيها، ان البهارات والحاجه ما تحطهاش الا لو انت بتخلطي الرز مع الشبت مع الصلصه، هتديكي طعم حلو جدا. هنا بقى قلت اولع بقى على البطه والحاجات دي. طبعا حطيت بس قطعه سمنه صغننه، وحطيت بقى بصلتين 3، وهحط بقى ايه البطه مع الفراخ، الاتنين بيستووا مع بعض، والله بيبقى طعم الشوربه حلو قوي. يعني ما تقوليش لا انا هعمل البطه لوحدها، لا هي كلها لحوم هتستوى مع بعض. بس طبعا خدي بالك ان انت هتشيل الفراخ قبل ما تشيل البط. هقطع بقى طماطم، واحط معاها ورق لورا وقرفه وحبهان وشويه فلفل اسمر وشويه ملح، وهسيبها بقى تتلوح مع بعضها شويه، وبعدين هضيف لها بقى ايه الميه بتاعتها، واسيبها على نار هاديه على ما اخلص بقيه المحشي. كده انا خلصت دي، وكمان الصلصه بقى عندي كانت خلاص برضو بدات يعني انها خلاص تفك وكده. هبدا بقى ان انا اقلي البرنجان. كانوا هم خلصوا بقى البرنجان، كتر خيرهم هم ساعدوني برضو وايه. وقلت بقى احمر البرنجان. انا ليه بدي تكه تحميره للبرنجان؟ البرنجان هو كل الناس على فكره، او اغلبيه الناس ما بتعملش اللي عامله اللي انا بعملها دي، انها على طول بتقوم مثلا ايه بتحشي وهو كده. لا انت عارفه لما بتديله التلوحه ديت في شويه زيت، بتخليه طري حلو جدا. انا عموما بحب دايما الاكل او في الرز او في اي حاجه بتبقى الحاجه مستويه قوي او طريه خالص. لا اما بتعمليه بحس ان المحشي اصلا طري وجميل حلو. لا بحس يعني انا جربته كده وجربته كده، لا رجعت تاني اشوحه كده على البوتاجاز تشويحه سريعه. وبعدين انت مش لدرجه انك تغير، بس تشويحه بسيطه. هنا بقى كان الرز اتغسل، طبعا لازم بصفيه، يعني الرز خصوصا عموما لازم انت لما تيجي تستعمليه في اي خلطه لا صفيه كويس، بحيث ان هو يشرب منك بقى ايه الصلصه وكل المكونات اللي عندك. دي الدقه بقى اللي انا قلت لكم عليها برضو هحطها كلها، بتدي للمحشي طعم حلو قوي. في ناس بتحط التوم مع التسبيكه، لا التوم طول ما هو يعني ني، مش مثلا ما ضفتوش على النار وكده، يديكي طعم احلى من انك تسبكيه على النار مع التسبيكه. هنا بقى طبعا هحط بقى الصلصه كانت حلوه قوي، الرز كان احمر جدا. وهحط بقى الشبت كمان اللي هو طالع من الفريزر، التاني بقى قطعناه وعناه. هي قالت لي هنجيب القديم ونعين اللي هو الطازه مكانه تاني. بس حطيت بقى البهارات زي ما انتم شايفين. بصوا في التكه دي حلوه قوي، دي جربيها بجد، بتخلي بقى البهارات ذات نفسها لسه بخيرها كده، وانتي بتحشي بتشمي بقى الريحه الجميله. طبعا بقى فردنا بقى وقعدنا عشان نحشي. انا ما حشيتش لوحدي والله، لان هو كان الكميه كبيره المره دي، فهم كلهم قعدوا بقى حشوا معايا.
هما برضو ما كانوش كتير يعني، ده هي مفيش الا اختي وكانت كمان مرات اخويا بس. حشينا بقى طبعا، شوفوا انا مقطعه الكرنب ازاي، بقوم ماسكه بقى الرول ده، اقوم مقطعه وعامله منه، بدل ما كل شويه تفضلي بقى تقطعي لا هتاخدي منك وقت طويل قوي. انا شايفه ان ده احسن ومناسب اكتر. هكمل بقى حشو الحله. شوفوا بقى انا قسمت ازاي. انا عملت حله فيها كرنب بس، وحله تانية فيها كرنب ومعاه البصل، والحله الكبيره اللي اختي بقى بتشتغل فيها ديت اللي كان فيها الكوسه والبرنجان مع بعض والفلفل الاخضر. مش عارفه، انا بحس ان يعني ايه كده كان احسن حل يعني ايه الحشو الحاجات دي. هكمل بقى الحاجه دي كلها واحشيها واخلصها، وهبدا بقى ان انا اودي كل ده اسقيه بقى ايه على البوتاجاز. طبعا في الوقت ده كانت الفراخ خلاص حطيت لها الفراخ والبط حطيت لهم الشوربه بتاعتهم، والدنيا عندي بقت تمام. والله ما خد وقت، في ثانيه. وكمان بقى اللي ريحني كمان المستر بتاع ولادي كان بدهم الدرس، فيعني ريحوني الحمد لله. كده انا بوريكم الحاجه بقى، كان خلاص الكوسه والبرنجان بيستوى، ودي الحاجات دي بقى لسه بتستوى. هنا بقى خلاص بقى اللحظه الحاسمه، هو بس بابا والله يطلب واحنا ننفذ. يا سلام، هو احنا بس يعني احنا بنصدق ان هو بيطلب طلب اصلا، فكان طبعا لازم طلباته تبقى مجابه. المحشي قد ايه كان سايح وكان طعمه حلو قوي. كمان البرنجان والكوسه كان طعمهم حلو جدا. البرنجان بصي زي الزبده، والله كلمه الزبده دي يعني قليله عليه، كان طعمه حلو جدا وكان طري سايح. اللي بيحب بقى اللي هما يعني اللي زيي بيحبوا المحشي طري وجميل. في ناس بتحب المحشي لا يعني ناشف شويه، لا انا بحبه طري بصراحه. هنا بقى كنا خلاص برضو حمرنا بقى البط والفراخ، بس بحط حبه بس فلفل اسمر عليه بعد ما بحمر، ونحط بقى حبه شبت كده متقطعين. وكده انا خلصت يعني كل يعني الحله اللي هو بتاعت الكرنب حطيتها في الطبقين دول، والحله بتاعت ده بقى اللي هو ايه كرنب مع المحشي البصل. لا بجد الاكل كان طعمه حلو قوي، بالف هنا يا رب وشفا للي كل واللي شاف. ربنا يجعله عامر يا رب بالخير دايما، ومتجمعين دايما يا رب على الخير. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عجبتكم. بحبكم في الله، ومع السلامه.